الفراخ المشوية زي بتاعة الحياتي بتتبيلة خطيرة هتخليها أحلى من أي مرة فاتت، وطعمها زي اللي على الفحم بس هنعملها في الفرن وهتطلع دايبة ومستوية كده، مش بتاخد وقت وسهلة وتقدروا تجهزوها قبلها بيوم. تعالوا أقولكوا هنعملها ازاي. دي فرخة كيلو ونص لاتنين كيلو الا ربع كده، غسلتها وصفيتها على السريع. وأول حاجة هعملها إن أنا هفصل العمود الفقري اللي ورا بالسكينة كده أو بالمقص. لو جينا نفردها مش هتبقى مفروضة كويس، فلازم اعمل خطوة ان انا اضغط بايدي كده عشان افتح القفص الصدري، او بايدي كده اضغط واكسره. بعد كده هتتفرد معانا بسهولة زي ما انتم شايفين، شاطفة على السريع كده. تعالوا بقى اقول لكم على محلول النقع. لتر من المية الباردة هضيف عليه اي توابل عندكم حسب بقى، فلفل اسمر، كبابة صيني، قرنفل، حبهان، مع بصلايه مقطعة وورق لورا. بعد كده اضيف معلقة من السكر ومعلقة من الملح وعصرة ليمونة كاملة. هضيف بعد كده ربع كوبايه من الخل، وده بيعمل حاجتين: بيخلي لون الفراخ فاتح من جوه، وكمان بيخش جوه الانسجه ويساعدها انها تستوي وتبقى دايبه كده معانا. هنزل بالفرخه واسيبها في المحلول ده من نص ساعه لساعه الا ربع، وفي خلال الوقت ده كده مرتين اقلب الفرخه علشان كل المحلول يدخل في انسجه الفراخ كويس، سواء من صدر الفراخ من فوق او من الظهر. تعالوا بقى في الوقت ده نحضر التتبيله. هجيب دول حوالي بصلتين متقطعين صغير، هديهم رشه من الفلفل الاسمر ورشه ملح بسيطه قوي، علشان عاوزه اخد جزء منها هاخد الميه بتاعه البصل، فلازم الملح هنا هيساعد ان انا ما بضغط بايدي كده، غير انه طبعا الفلفل الاسمر بيطعمها هينزل الميه بتاعته شويه. هسيبها على جنب شويه. وهنا الفراخ بعد ما سبتها نص ساعه في محلول النقع، بصوا يا جماعه بقت طريه، لون الميه اتغير تماما ولونها بقى افتح كمان من جوه. هاخدها بقى اشطفها، وبعد كده بقت الفرخه عندي جاهزه ان انا اتبلها. هجيب الستيكس بتاعت الشيش كده واديها فتحات صغيره قوي، مش هتبان على فكره، وما تخافوش الجلد مش هيجراله اي حاجه، بس عشان التتبيله تخش جوه اجزاء الفراخ. بعد كده هنا البصله خلاص هنا دبلت شويه، وبقيت اقدر ان انا اخد منها شويه من ميه البصل اللي انا عاوزاهم. هضيف عليهم شويه من البابريكا والزنجبيل البودر، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، وشطه حسب الرغبه طبعا، وملح. معلقه كبيره من الصلصه ومعلقه من المستردة بتديها طعم حلو قوي، معلقه من الثوم المفروم، وعصير ليمونه كامله. ربع كوبايه من الزيت العادي. هقلبهم بقى كلهم كده مع بعض، هتشموا ريحه حلوه جدا، تتبيله ممتازه قوي. بعد ما قلبتهم كويس، دي اختياريه عشان مش كلنا بيبقى متوفر عندنا دبس رمان، ضفت معلقه منه. قلبتها تاني وهشيل جزء من التتبيله، حوالي معلقتين كده من معالق الاكل العاديه، هشيلهم على جنب. بعد كده هنزل بالفرخه بقى واتبلها، ودي خطوه مهمه قوي. تبلوا اجزاء الفرخه من الداخل ومن الخارج، كل قطعه فيها وهي مفتوحه كده بالتتبيله. التتبيله دي هي اللي هتطعمها وتديها طعم حلو. تقدروا تتبلوها قبلها بيوم وتسيبوها لو عندكم عزومه، او يعني لو بتسهلوا على نفسكم وتبقوا خلصتوا موضوع التتبيله ده خالص، وكمان بتديها طراوه حلوه قوي. ده شكلها بعد ما سبتها حوالي 4 ساعات. بصوا لما بندوس على الفراخ بتلاقوا كده الجلد بقى طري، تتبيله حلوه جدا، ومحلول النقع كمان ساعدها انها تبقى طريه. التسويه هتكون اي صينيه عليها شبكه زي كده، او لو ما عندكوش اي صينيه مناسبه لحجم الفرخه، وممكن تجيبوا شبكه الفرن وتحطوها على الصينيه. هنزل بقى بالبصل اللي انا متبلاه بالفلفل الاسمر وشرايح من البصل، واخلط بايدي حلو قوي. لو بتحبوا الكبد والقوانص تقدروا تستخدموها طبعا عادي، بعد ما تفتحوا القلب كده وتنضفوها كويس قوي. شرايح من الفلفل الرومي وشرايح من الطماطم، ونقلب الكلام ده. مش عايزه اقول لكم بقى ريحه البصل متبل عامله ايه مع التتبيله دي مع الخضار. هضيف كمان شويه من التتبيله اللي قلنا عليهم، ونوزع كويس، ونبدا بقى نرص الفرخه على الشبكه اللي زي دي او شبكه الفرن. رصوها كويس، ونجيب بقى شويه من التتبيله اللي كانت متبل فيهم الفرخه اللي باقيين معاها يعني، ودهنت بيهم تاني الوش بالشكل ده. مهم قوي ان احنا ندهن الفراخ كويس قوي بالتتبيله. بعد كده هضيف كوبايه من الميه السخنه من الكاتل على طول، واغطيها بالورق الزبده، وبعد كده ورق الفويل، وعلى فرن متسخن 180 رف اوسط. هتاخد حوالي من ساعة لساعة وربع حسب وزن الفراخ. شلت الفويل، وعشان نعمل بقى شكل المشوي الفراخ المشوية كده كأنها على الفحم، عملنا خطوط بالسكينة بنفس الشكل كده بالراحة خالص، هي خلاص اوريدي مستوية. الشكل ده بيفرق قوي فيها يا جماعة. نديها كمان شوية من التتبيلة وندخلها تحت الشواية. عاوزة اقول لكم كانت ريحتها حلوة جدا، واخدة شكل المشوي وطعمه كمان فعلا، وطرية وخطيرة. جبت العيش السوري ده او الشامي، ودهنت شوية من الصوص مع شوية من البقدونس زي اللي بنحب نجيبها من بره. حطيت الفراخ، وقبل ما اقدمها لازم ادهن من الصوص اللي نازل منها، بيديها لمعه حلوه. البطاطس دي يا جماعه حلوه قوي، البطاطس البيضه دي اللي من غير صلصه طماطم، بتاخد كل البهريز اللي نزلت من الفراخ وبتستوي عليها وبتشربها، بتبقى حلوه. الفراخ بقى زي ما انتم شايفين كده، شكل ولون وطعم المشويه خطيره، حلوه جدا، طعمها خطير بجد، وطريه زي ما انتم شايفين. قدمتها مع رز بالشعريه، تقدروا تقدموه مع الرز البسمتي، طريقته موجوده حلو جدا زي المطاعم. جربوها، ولو عجبتكم تكتبوا لي رايكم في كومنت جميل زيكم. وصحتين وهنا يا رب.